مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد، فيديو قصير لتفكيك خطاب الدجل. خطاب دجل كريم علي الذي يدعي أنه طبيب ويبيع مكملات ويدجل على الناس وبعيد على العلم والطب الحقيقي. للأسف وجد أرضية خصبة في الجهل المتفشي، هو وأمثاله، الجهل المتفشي في مجتمعاتنا، ليضحكوا عليهم بالكلام المنمق الذي لا ينبني على أي أساس علمي. سنسمع الفيديو ثم بعد ذلك سنرجع للنقاش. اسمعوا جيدا. الناس بتخاف من الكوليسترول أكتر من السرطان. أنت في كارثة مش طبية، كارثة إعلامية. الناس دي وصل لها ازاي المعلومات دي؟ تعرف ان انا عندي في الاستشارات الخاصه تقريبا ناس 20% من الناس اللي بيجوا لي شكواهم بس، وان الاستشاره بتاعتي مش رخيصه، شكوتهم بس الحق يا دكتور لقيت الكوليسترول عالي. تخيل يعني واحد يدفع مبلغ كبير ومرعوب، والله تحس ان هو هيموت، مفهمينه ان هو هيموت بعد بكره العصر، كوليسترول عالي. انا اقول له لو سمحت اقرا لي التحاليل، الكوليسترول التوتال ما تقراه لي، مش عاوز اسمع. الاتش دي ال عالي تمام، ال دي ال ما تقولوليش عليه، مش عايز اعرف. قول لي الفي ال دي ال اللي هو بيسبب فعلا جزء من ال دي ال اللي بيسبب فعلا جلطات. تاني حاجه قول لي الدهون الثلاثيه التي جي عاليه ولا سليمه؟ يقول لي سليمه. والفي ال دي ال سليم. قلت له عامل ابو بروتين ايه ده؟ جزيء يعني زي كده حاجه برضو بتعمل جلطات حقيقيه في الجسم وخطيره. يقول لي سليم. قول له نام في بيتكم ولا تقلق. الكوليسترول أيها السادة نعمة من نعم ربنا، وأنا إن شاء الله لن أترك كوكب الأرض إلا لما الناس تحمد ربنا على نعمة الكوليسترول. كل من يتابعني يحمد ربنا على وجود اسمه شيء كوليسترول. الكوليسترول هو مصنع هرموناتك يا صديقي. الكوليسترول هو مخك يا صديقي. الكوليسترول هو جهازك العصبي والمخ والأعصاب يا صديقي. هو ده الكوليسترول. الكوليسترول هو جزء من خلايا، من تكوين غلاف خلاياك، ده الكوليسترول. احيانا ومش احيانا، في كثير من الاوقات تخفيض الكوليسترول اخطر 100 مرة من علو الكوليسترول. ماذا نقول اكتر من كده؟ الكوليسترول احنا بننتج كل يوم، الكبد ينتج 2000 ملي جرام كوليسترول every single day، وساعات 3 جرام، 3000 ملي جرام كوليسترول every single day. هل يعتقد ان ربنا هيدي اوردر للكبد يطلع 3 جرام كل يوم من شيء مضر؟ اعمل الدنيا عليكم. فكما سمعتم، يقول لنا أن يجب أن نحمد الله على الكوليسترول. طبعا نحمد الله على الكوليسترول وعلى الفيتامينات وعلى الأملاح وعلى السكريات وعلى كل شيء. كل شيء أعطانا الله نحمد الله عليه، ولكن لا يوجد باحث جاد ينكر أن الكوليسترول ضروري للحياة. لا يوجد. وهذا الأمر محسوم منذ عقود في العلم. علميا هذا الأمر محسوم منذ عقود. لماذا؟ لأننا نعرف أن الكوليسترول نحتاجه مثلا صناعة الاستيرويدات، نحتاجه لصناعة فيتامين دي في الجسم، نحتاجه لغشاء يدخل في بنية الغشاء الخلايا، نحتاجه الدماغ يحتاجه كثيرا، نحتاجه لصناعة المادة الصفراوية في المرارة، إلى آخر ذلك، أشياء كثيرة. لكن كونه ضروري للخلايا يختلف على كونها آمنا عندما يكون مرتفعا في الدم. العلماء لا يقولون أن الكوليسترول الضار ليس ضروري للحياة، يقولون أنه عندما يكون مرتفعا في الدم لمدة طويلة يسبب تصلب الشرايين وأزمات قلبية وجلطات دماغية. إذن فالحيلة الخطابية في هذا الفيديو، الحيلة الخطابية يستعملها هذا الدجال وأمثاله، هي ينقل النقاش من ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم إلى هل الكوليسترول ضروري للحياة؟ نحن لا نقول أنه ليس ضروري للحياة، ولكن نقول أنه خطير إذا بقي مرتفعا في الدم مثل السكر.
إذا بقي مرتفعا في الدم يصبح خطيرا، ولكن جسمنا يحتاج سكر. الماء، احنا جسمنا يحتاج للماء، ولكن إذا امتلأت الرئتين بالماء ستغرق وتموت. إذن ما لا يفهمه هؤلاء هو أن الكوليسترول يستعمل داخل الخلايا لصناعة ما قلته سابقا، ولكن تصلب الشرايين يحدث خارج الخلايا داخل جدار الشرايين. عندما يبقى الكوليسترول الضار في الدورة الدموية مرتفعا لمدة طويلة، هذه الجزيئات التي تحمل LDL، هذه الجزيئات LDL تدخل في جدار الشرايين. هذه الشرايين، هذا جدارها، هذا جدار، تدخل داخل هذا الجدار، وتخلق هناك، يقع تأكسد والتهاب، ثم بعد ذلك خلايا رغوية نسميها خلايا رغوية، ثم ذلك تصلب الشرايين وانسداد الشرايين والموت المحقق. طبعا هذا رهين بالكمية الكوليسترول الضار في الدم، والمدة، مدة بقائها مرتفعة. هذا نحن نتكلم على سنين، لا نتكلم على يوم أو يومين. عندما يبقى الكوليسترول مرتفعا في الدم لمدة طويلة يسبب تصلب الشرايين، وكذلك عدد المرات التي تخترق في هذه الجزيئات الجدار تدخل فيه. وقوة الدليل في هذا الموضوع تشبه قوة العلاقة بين التدخين والسرطان. لا أحد من العلماء ينكر أن التدخين يسبب السرطان. كثير من السرطانات نفس الشيء للDL. ليس هناك عالم واحد يقول أن الارتفاع المستمر للكوليسترول الضار في الدم يسبب تصلب الشرايين. عندما نتكلم على LDL مرتفع، يعني مرتفع جدا. طبعا إذا كانت هناك عوامل أخرى، عوامل خطر، أمراض القلب الأخرى تزيد من الاحتمال، مثل السكري، مثل ارتفاع الدهون الثلاثية، مثل ارتفاع الضغط، مثل مقاومة الأنسولين إلى آخر ذلك. ولكن LDL لوحده، الدراسات تبين أن LDL مرتفع جدا لوحده يسبب تصلب الشرايين. العوامل الأخرى تزيد في نسبة الاحتمال، نسبة الخطر. إذن فهذا الكلام الذي ستسمعونه كثيرا من هؤلاء، أن الكوليسترول ضروري للحياة ولا يجب أن نخفضه ولا نخاف إلى آخره، هذا كلام خطير جدا. استشيروا مع أطباء القلب من فضلكم، ولا تسمعوا لهؤلاء الدجالين، لأن الدراسات، هناك دراسات وبائية، يعني أشخاص تابعناهم لمدة طويلة. هناك دراسات وراثية، هناك دراسات تدخلية، يعني تدخلنا بأدوية التي تخفض LDL. كلما انخفض LDL انخفضت عدد السكتات القلبية وعدد حوادث أمراض القلب بصفة عامة. إذن فهذا لا نقاش فيه في العلم. هناك أشخاص عندهم جينات تجعل مستوى LDL عندهم منخفض، هذا وراثيا. هؤلاء لا يعانون أبدا من أمراض القلب، من تصلب الشرايين. وفي المقابل هناك عائلات فيها ارتفاع الكوليسترول العائلي. هؤلاء الأشخاص إذا لم يعالجوا كثير منهم يموتون بسبب تصلب الشرايين. حفظكم الله جميعا من الدجل ومن الدجالين ومن هذا الخطاب
الاحتيالي الذين يحتالون به على المواطنين. والسلام عليكم.